صاحب. الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل مين أهل الذكر؟ أهل العلم. فجالس أهل العلم زاحمهم بالركب. كانوا الصحابة الكرام يناموا على بيوت بعضهم، ينام تلاقي برا قدام الباب قاعد مشان لما يطلع صاحب الدار مباشرة يسألوا كم سؤال، انه عنده اطلاع فيهم، عنده علم فيهم. حكيت لكم انه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما راح على مصر مشان حديث واحد. اي نعم، بقى بالليل بيسكروا بوابات المدن، فسكروا الباب، فنقر على الباب، هو باب المدينة بالرمح. طلعوا له من فوق، نعم. فقال لهم: اي نعم، بدي امير المدينة. لا اذكر، كان امير المدينة صحابي كان. قالوا: مين بده اياه؟ قالوا له: جابر. فطلع الامير قال: جابر بن عبد الله جاي من المدينة المنورة الى مصر. قال: نعم. قال: افتحوا له. قال: لا بدي ارجع، بس جاي استفسر منك من سؤال واحد. أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة؟ قال: نعم. رجع. هاي الناس اللي تشتغل. نحن معلوماتنا صارت فوق منا كوام، ما عم نشتغل. هن المعلومات يسافروا مشانها. نعم، كانوا يسافروا مشان المعلومات تبعاته، مشان يروح يجيب كم حديث، مشان ايش يجيب كم حكم فقهي. نحن المكتبة ملانة، نعم، والحلبوني ملانة كتب. بتفوت على المكتب بتلاقي كل رفوف ملانة. شو بدك؟ الشافعي، الحنفي، البخاري، مسلم. البخاري مات هربان. البخاري وين مات؟ مات بالصحراء، هرب من فتنة خلق القرآن، فقال: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فما مكث إلا 3 أيام فمات. كانوا عايشين لله سبحانه وتعالى. لما عم نقول مذاكرة، عم نقول اي نعم، يعني مجاهدة نفس، يعني أعرف شو بدي أشتغل، يعني ما بدي تمي ضايع، ما بدي أقول والله يا أخي ما أنا عرفانين شو عم نشتغل، والله يا أخي أعمالنا كلها غلط. وقلك ليش أعمالك غلط؟ ليش؟ ما تتعلم يا أخي. لا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام. اليوم واحد بيسألني سؤال، بيقول لي: شيخ ما لي خبر أنا. ما لك خبر؟ ليش أنت مقضي عمرك بالأزهر؟ طبعا ما رح يكون لك خبر. عود مع العلماء يا أخي. نساء كثير بتلاقي نعم ما قرأوا كتاب أحكام الحيض والنساء والنفاس، وعبادتهم مبنية على العلم هذا. ما قرأوا. نساء ما قرأتهم يعني المعلمات تبعاتهم. النساء اللي بدرس بالجوامع بيتصلوا فيني بيسألوني: لك طيب ادرسي، لك تعي لعندي على البيت، عدي انت وزوجتي، وشك على الحيط لهنيك، وزوجتي بتقعد نعم ومخبيتك ورا ظهرها وبقرئك الكتاب. قديش بدي اخذ معنا علم؟ انا مستعد قرأه، لانه بدها تقرأه بدها تقرأه، مو تقرأه وتحطه بصدرها لحالها، لا هذا ما بقرأه. بدي يقرأ كتاب يقرأه النساء ويعلموه. قلت لكم مرة اجاني واحد يمكن من كندا، اجى لعندي نعم على مقام 40، فسأل مين مؤلف كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. قالوا له الشيخ فتحي صافي. قالوا وين بلاقيه؟ قالوا له بجامع مقام 40. طلع لعندي والله، سلم علي، سلمت عليه، قال لي: شيخ نعم بدي أدرس عندك هالكتاب. هو مو مسلم. قال لي: بدي أدرس عندك هالكتاب مشان أقضي فيه بين الناس بكندا، بين الجالية المسلمة اللي عنا. شو بتطلب؟ ثمن تدريس الكتاب أنا حاضر. طلب تمك، شك مفتوح، امضي عليه وأنا بمضي لك عليه وأقبضه. قلت له: ما بدي مصاري، بتصير مسلم؟ قال لي: لا. قلت له: ما بدرسك يا. قال لي: شيخ بتنفع جاليتك اللي هنيك. قلت له: ليش ما يبعثوا واحد؟ ليش ما يبعثوا واحد يدرسوا؟ من درسه منحطه ببيوتنا ومنكرمه ومطعميه ومنصقيه. طلاب كانت قبل الأحداث كانت تأكل وتشرب وتنام عنا. نعم، طلاب عاشت ببيوتنا، تلاقي أخذوا علم وطلعوا. في منهم أخذ علم حضنوا وراح ما درسوا لحدا.
صار يبيع ملبوسات نعم ببلاد وبلاد الأجانب على عرباية. يا الله، نحن نية المرء خير من عمله. بس في منهم ليكن نعم بغانا بأفريقيا حملوا الإسلام الوسطي الحلو وراحوا فاتوا فيه بين نعم القبائل اللي نعم عايشة هنيك، حضنوهم كأهل وكأخوة وعم يدرسون ويقرؤون. قالوا ابعتوا واحد مسلم من درسه ببلاش. قال أخي ما حدا بده يجي، في مجال درسني بثمن؟ قلت له لا.